بصوا، عشان برضو في استمرار لواحد من اليوتيوبرز اللي بيتكلموا في السياسة ومش قاعدين في مصر، برضو مصمم ان هو يحرض على المصريين اللي بيهاجموا وجود اللاجئين في مصر. انا هسميهم من هنا ورايح المستوطنين، لان هم فعلا اللي بيحصل ده مش لجوء، هو استيطان، هو اقرب للاستيطان اصلا يعني. بس انا عايزه اقول حاجه. نمره واحد، انا كمصريه برفض أي دعوة للاحتجاج بالتجمهر أو التظاهر أو العنف مع الناس دول، تمام؟ عشان نبقى واضحين، بلدنا مش مستحملة ان احنا ننزل الشارع، بلدنا مش مستحملة ان احنا نعمل اي نوع من انواع العنف حتى لو كان عنف لفظي. ده يعني معلش، دي نمرة واحد. نمرة اتنين، احنا آه آه، احنا ورا جيشنا وجيشنا ورانا، يعني احنا جيشنا بيحمينا، واحنا كمان بنحمي جيشنا، هو بيحمي الدولة واحنا كمان بنحمي وبنحمي الدولة، تمام؟ كلنا علينا مسؤولية الدفاع عن الأرض اللي احنا عليها دي، واحنا مش من الناس اللي بيسيبوا أرضهم، ولا لينا غيرها، ولا نعرف نسيبها، ولا نحب نسيبها. حتى اللي بيهاجر بيرجع مصر عشان يدفن في أرضها، فمش احنا مش الناس اللي تسيب أرضها. طيب، عايزة أقول إيه من الكلام ده؟ عايزة أقول إن إحنا علينا دور. إيه هو بقى الدور اللي علينا ده؟ نمرة واحد، إن إحنا نقاطع، ثم نقاطع، ثم نقاطع. نقاطع إيه؟ نقاطع متاجرهم، نقاطع منتجاتهم لو ليهم منتجات زي السوريين مثلا. آه لو جعان، لو مت من الجوع وما عندكش غير محل واحد سوري أو سوداني، ما تقربلوش، ما تقربلوش. اعمل كل جبنه، ما تقربش، ما تقرب لهمش عشان خاطر مصر. ولو انت دخلت محل واكتشفت ان هو بتاع ناس سوريين في اي منتج، يعني سواء مفارش، سواء مطعم، اي حاجه، او دخلت حته لقيت فيها اللي واقف بيبيع فيها اي من اللاجئين دول، قول لا والله انا، ايه ده، هو حضرتك مش مصري؟ لا والله مش بتعامل معاكم، انا ما بتعاملش مع اللاجئين، انا بتعامل مع المصريين بس. اثبت موقف واطلع. والمقاطعه اللي انا بحكيه لكم ده انا عملته شخصيا، انا عملته مع السوريين من اول ما جم مصر بالمناسبه، يعني طول الوقت انا مقاطعاهم اصلا. فده الدور اللي علينا. ما تستسلمش. الحاجه التانيه، ما تستسلمش للوضع الراهن. ما نقعدش نقول ايه الدوله عملت، الدوله ما عملتش. انا واحده من الناس انا محبطه ان هو الموضوع كان 30 6 و1 7 3 7 وبس، ما سمعناش عن اي تحركات تانية. بعدين واحد يجي يقول لك ايه، الدولة بتعمل اللي هو بتاع اللي قاعد بره ده، الدولة بتعمل، واللي قاعد بره والتاني بتاع قلم، الدولة بتعمل يا جماعة وانتوا مش عارفين، ومش لازم الدولة تقول، مش لازم. لا يا حبيبي، لازم الدولة تقول. معلش معلش، لازم الدولة تقول بتعمل ايه. ولا هي يعني احنا لازم نتقهر ونموت بقهرتنا؟ مش لازم نعرف ان دولتنا بتعمل ايه على الاقل يا اخي، عشان ما نحرضش على حبايبك واللي انت بتدافع عنهم، ومش عاي وبتقول ان احنا عنصريين وان احنا مش عارفه ايه. ما حدش يقول لي هو مين، عشان انا ما بجيبش سيره حد، عشان ما حدش يعني. في للاسف اليوتيوبرز دول فاكرين ان احنا بناكل عيش على قفاهم يعني، او بنسترزق من فكره ان احنا بنتكلم عن اللاجئين، او بنسترزق لو جبنا سيرتهم. آه، ف فبس يعني، ده الدور اللي علينا، احنا علينا دور هنعمله. معلش محبطين شويه، لكن نفتكر دايما مقوله الزعيم مصطفى كامل: لا يأس، لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس. لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس. بلدنا وهندافع عنها لآخر نقطة دمنا، لأن الحرب مش بس إن إحنا بنمسك السلاح، إن حبنا لبلدنا ده هو نفسه سلاح. فحضرتك لو بتحب البلد بجد، لا تيأس ولا تقنط، لا تقنط من رحمة الله، وربنا هيكون في عوننا وهيساعدنا طول ما احنا بنساعد نفسنا. ف اللهم بلغت، اللهم فاشهد. ده انا نسيت اقول لكم، ده اليوتيوبر اللي قاعد في هولندا ده بيقول لك ايه، ان احنا بنحرض على اللاجئين
والدولة على فكرة هتتحرك وتجيبنا من قفانا. هو ما قالش من قفانا، بس هو قال في المعنى ده ان احنا هنتجاب. طب انا بقى مستنية تهمتك ايه؟ تهمتشي بدافع عن بلدش. تهمتشك ايه؟ ان انا في ظهري بلدش، دي تهمتش. يلا يا اقرع.